السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا صباح الجمال والتفاؤل والرزق والخير، نهاركم زي العسل. واحدة متابعة قالت لي ورينا يا مدام إيمان بتكوي الكرانيش ازاي. النهاردة هكويلكم كيس الخدادية، وبكرة بمشيئة الرحمن هنزل لكم الملاية وانا بكويها. تمام؟ بصوا، انا ما بتعشليش مكوى خالص يا جماعة، ما بتعشليش مكوى خالص. عايزه بقى علشان شغلي اجيب مكوى بخار بخزان، اللي انا كنت قلت لكم قبل كده عليها، اللي هي ام 9000 وام 6000 دي لازم اجيبها، لان هي دي الاسلم معايا، لان انا كل المكاوي اللي عندي بتتكسر حتى لو كانت ايه، عشان الشغل وضغط الشغل وكذا حد بيمسك المكوى فللاسف المكوى بتتكسر، ملهاش روح يعني. حتى لو جبت مكوى بايه برضو بتتكسر. بصوا، كنت قلت لكم هنا ربنا يكرمني ان شاء الله واجيب المكوى اللي هي التانك دي، التانك الكبير. بصوا الكورنيش الداخلي، طبعا الكورنيش الداخلي زي ما انتم شايفين كده اهو، الكورنيش الداخلي ما فيهوش عليه حاجه، فلازم قبل لما تقفليه تعمليه اوفر. لازم اوعي تسيبي الكورنيش الداخلي طالما عليه كورنيش والكورنيش سايب، اوعي تسيبيه للعميل من غير اوفر. اوعي، انا بشاور لك عليه اهو، لازم تعملي الكورنيش الداخلي اوفر فوق وتحت قبل ما تخيطيه، يعني فوق الاول وبعد كده تحت وتحطي عليه الستان. خلاص كوينا الكورنيش التحتاني بخار، بنكويه من تحت من فوق لتحت. الكورنيش بيتكوى من فوق لتحت، اي كورنيش ملايه خداديه بتكويه زي ما انت شايفاني كده. بصي بعمل ايه، بطلع من فوق وانزل على تحت. بصي مش بروح كده على طول عليه رايح جاي، لا، من فوق وتحت. قلت لكم الكاويه البخار دي مهمه جدا للملايه، هي اللي بتخلي الملايه معاكي لاخر حته فيها. بصوا من فوق لتحت، من فوق لتحت، تمام، عشان الكورنيش معاكي ياخد مساحته في الكرنشه ويبقى شكله نازل كده وشكله مستقيم. تمام. كوينا برضو الفيونكه زي ما انتم شايفين، وانا كنت عامله على البيج دي، كنت عامله لها لفقه. تمام. فاللفقه اللي فوق اللي كنت عاملاها عليها لازم ان انت طبعا الكورنيش الفوقاني مش هيبان، فما تعملوهوش اوفر، لان انا حاطه زي حليه كده قماش هقلبها وبعدين هحط عليها الستان. خلاص ده مش من الضروري ان انا اعملها اوفر. خلاص علشان بقى العميل ياخد منك الفيونكه وتطلع محترمه. خلاص كده تمام. هنحط عليه طبعا على اللفقه اللي احنا عملناها دي، عملت حته لفقه قماشه من فوق لتحت زي ما انتم شايفينها كده اهي على الكورنيش الفوقاني اهي. لازم، لان انت هتسيبي الكورنيش الفوقاني ازاي، ولو حطيتي عليه ستان لازم تخيطي الستان من فوق لتحت. سيحنا اطرف الفيونكه، لازم تتسيح، لازم يبقى معاكي ولاعه في تسييح الستان. طالما هتحطي ستان وتعملي فيونكه يبقى لازم تسيحي اطرافها عشان ما تنسرش من العميل ويرجع يشتكى من شغلك. تمام. عندنا قواعد وقوانين في كوي الخداديه. اول حاجه الكورنيش، تاني حاجه اللفقه بتاعتها لازم تتقبيها وتمشي عليها كذا مره بالمكوى رايح جاي رايح جاي لازم. وبعد كده احرف الخداديه الجناب بتاعتها الداير ما يدور. بصي اهو، دي لازم تبقى مسطره ومكويه للعميل. بصي اهي شايفاها زي ما انت شايفاه كده، دي اساسيات 1 2 3 لازم نعملها في كيس الخداديه. كده خلاص كيس الخداديه الكورنيش اتخيط، الكورنيش خلاص بقى متقب معانا. الجناب بقى بتاعت كيس الخداديه بقى اهي، الجناب خلاص بقى احنا كده اطمنا ان الكورنيش بقى في مكانه وخلاص، مش هيروح ولا يجي. نبتدي بقى احرف الخداديه نكويها ونتقل عليها بالبخار قوي زي ما قلت لكم. ان شاء الله هغير المكوه دي، هجيب مكوه جديده ولما اجيبها هوريها لكم. خلاص كده احنا ماشيين على، بصوا بقى لما جينا ماشيين على الكورنيش خلاص بقى ما بقاش يروح ولا يجي معانا. بصوا الاحرف دي مهمه جدا، وكمان الاحرف دي في الملايات.